السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الايام اللي فاتت كلنا سمعنا عن اللي حصل في احدى المدارس الدولية في مصر، الحادث اللي صدم اهالي كتير وفتح باب كبير جدا للاسئلة. احنا بنعلم ولادنا، لكن هل اللي بنعلمه كفاية؟ في تعليقات كتير على السوشيال ميديا من امهات بتقول بنتي عارفة المساحة الشخصية، وبنتي عارفة ايه المسموح وايه الممنوع، وبنتي فاهمة الكلام ده من زمان وبرضه حصل اللي حصل. طب ازاي وليه؟ لان الحقيقة يا جماعة احنا مش محتاجين بس نعلم الطفل ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، ده مهم جدا لكنه مش كفاية. الطفل لازم يتعلم حاجة تانية اهم بكتير، انه ما يخافش من تهديد اي حد، ما يخافش من كلمة هضربك او هعمل فيك او هأذي اهلك، ما يخافش من سلطة شخص اكبر منه او شكله قوي او كلامه يخوف. لازم نزرع جوه الطفل قناعة ثابتة ان لو حصل اي حاجة غريبة او اي حاجة مش مريحة، او اول ناس لازم يحكي لهم هم اهله. مهما حد قاله لو قلتي لمامتك هزعلك او هزعقلك، او لو حكيتي هيحصل لك كذا، او لو عرفوا هتتفضحي، كل دي جمل هدفها التخويف، ولازم الطفل يتعلم يكسرها. التوعية مش بس مصطلحات زي المساحة الشخصية واللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة، التوعية كمان ان الطفل يتعلم قوة صوته وقوة قراره وقوة اللجوء لأهله بدون خوف. احنا محتاجين نعلمهم الثقة والأمان والجرأة في الكلام وعدم الخوف من العقاب. ورسالة لكل أب وأم، تابع مع ابنك كل يوم واسأله، حد ضايقك؟ حد لمس جسمك بطريقة معجبتكش؟ حد هددك؟ في حاجة مخوفاك؟ ولو قال كلمة اسمعها بجد. أطفالنا مش محتاجين بس معلومات، أطفالنا محتاجين أمان، ولما الأمان يكبر جواهم ولا تهديد هيقدر عليهم ولا موقف هيعدي من غير ما نعرف. وطبعا علينا بالدعاء ليهم في كل وقت، وربنا يحفظ أولادنا جميعا يا رب. مع السلامة.